فعله الاتحاد السعودي مع اللاعب البرتغالي جوتا سقط في مشروع السعودية ككل. الاتحاد بات مجبرا على فسخ عقد اللاعب البرتغالي التي تعاقد معه منذ شهرين فقط مقابل 30 مليون يورو وبراتب سنوي 15 مليون يورو ليفسح المجال لصفقة الاتحاد الجديدة والمدافع البرازيلي لويس. المدرب سانتو رفض الاستغناء عن اللاعب البرازيلي رومارينيو ولم يمانع رحيل البرتغالي، وهنا مربط الفرس. كيف تعاقد النادي مع اللاعب من دون موافقة المدرب؟ يعني وكيف كمان جاء هذا باللاعب بهذا المبلغ الكبير من دون تخطيط مسبق من الإدارة أو اجتماع مع المدرب؟ وإذا كان هناك نية للاتحاد السعودي رحيل اللاعب أو بيعه أو إعارته، فلماذا لا يتم ذلك عندما كانت السوق الأوروبي مفتوحا؟ وقتها سيسهل تسويقه كونه كان هدفا للعديد من الأندية الأوروبية. هذه كل الأسئلة جعلت الصحافة تصطاد في الماء العكر للدوري السعودي وتقول ما حدث دليل على سوء التخطيط والإنفاق من أجل الإنفاق فقط. هناك مطالبة حاليا في السعودية بإقالة إدارة نادي الاتحاد بالكامل، وهذا ما أتوقع حدوثه قريبا.